زبادي وده مطبخير. احنا النهارده هنعمل تشويحه فراخ. انا مسميها تشويحه فراخ، اصل هي ولا هي شاورما، دي مش طريقه الشاورما، ولا هي فاهيتا عشان دي برضو مش طريقه الفاهيتا. احنا هنعمل تشويحه فراخ. يلا بينا. انا جبت زبده على النار وسخنتها كويس قوي، ونزلت عليها بالبصل جوليان، ونزلت عليها بفراخ متبله بزبادي وليمون وملح وكمون وبهارات المشاوي بتاع باب الشام. وحطيت معلقه ثوم، معلقه عسل صغيره. و طبعا انا الفراخ اول ما نزلتها بس فكيتها من بعض واديتها صدمه، سبتها تاخد صدمتها عادي جدا، وبعد كده ابتديت احط عليها الثوم والعسل، وساعتها ابتديت اقلب. انا ما ابتديتش اقلب من الاول. بعد كده كنت مقطعه فلفل رومي، انا ولادي مش بيحبوا الفلفل الحامي، فبالتالي قطعت فلفل رومي وحطيت قرن فلفل حامي صحيح، بس واحد بس. لو عندك فلفل الوان قطعي، ممكن نحط عليها زيتون كمان لو عايزين. بس انا ما حطيتش، ما كانش عندي. انا دلوقتي هسيبها كل خطوه بسيبها تاخد تدي مع بعضها شويه، بعدين هنزل بالطماطم متقطعه صغير خالص خالص، و هقلبها بس في بعضها تاخد واسيبها برضو تاني تاخد وتدي مع بعض. الطريقه دي حلوه جدا جدا في السندوتشات. ممكن تحط عليها جبنه موتزاريلا، ممكن تتحط عليها اي اضافه انت عايزاها، ممكن تحط عليها طحينه، ممكن تحط عليها اي صوص انت عايزه، اي صوص انت بتحبيه وعايزه تحطيه بتحطيه. وطبعا هي طعمها خرافه خرافه حرفيا. تاني انا قدمتها مع مكرونه، كنت مشوحاها بيضه عادي، سلقتها وشوحتها عادي كده بس، وخلاص. من هنا والشفا. اعملي لايك واشتراك وكومنت، تعليقات حلوه كتير، واشتركوا في قناه اليوتيوب. يلا باي باي. بصوا هنا عملتها في ساندويتش، بس حلوه ازاي، عليها طحينه كمان. باي.